الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والترحيب الأكبر بحضوركم والمكتب الإعلامي والوكالات اللي جاية تغطي لها الفعالية. من الأدوية أو بنعالج هي الأمراض، ومن ضمنها طبعا سرطان الثدي. نحن في الشهر العاشر من كل سنة تقريبا عالميا فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. اليوم نحن في صدد حملة لتوعية القابلات والكادر النسائي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لما له من أهمية بالغة. فإن شاء الله يكون الوعي ينتشر لجميع أبناء المحافظة وبنات المحافظة للحفاظ على حياتهم وصحتهم. فهي الأعمار نحن بيهمنا أن توصلها المعلومات الخاصة بسرطان الثدي وآلية الكشف المبكر عنه، لأنه بالنهاية نحن بإيصال المعلومة حنوصل لمرحلة إنه نحن نكتشف بشكل باكر جدا، وهو الفترة اللي نحن بإمكاننا نقضي على المرض ونوصل لمرحلة من الشفاء التام بالنسبة لسرطان الثدي. هلا هي الحملة على مدار كل السنة نحن عندنا تثقيف فيها، بس حملة على مستوى العالم بتبلش من 1 أكتوبر ل 31 أكتوبر. بهالحملة بيصير فيها توعية وإرسال رسائل للسيدات كلياتها، وتعليم السيدات الفحص الذاتي لما فيه شفاء مبكر يصل إلى 99%. وإحنا هدفنا مثل ما قلت لك توعية وإرسال رسائل للسيدات عن الكشف المبكر. كل ما فحصت أبكر كل ما كانت نسبة الشفاء فيها أكبر. اليوم حاولنا شوي نلقي الضوء شوي على الجانب النفسي بما يخص الإصابة أو حتى قبل الإصابة بمرحلة الوقائية بمرض السرطان. يعني طريقة التفكير اليوم بهي التحديات والتغيرات اللي بحياتنا، اليوم أنا جزء من المجتمع والمجتمع مؤثر ومتأثر فيني. فاليوم الجوانب النفسية هي جوانب ممكن تكون داعمة في حال أنا اليوم كانت طريقة تفكيري إيجابية، في حال أنا كنت بالمرحلة الوقائية أو حتى اليوم بالمرحلة العلاجية. فطريقة تفكيري بهي الإصابة ممكن كثير يعني تأخر أو تمنع ظهور هذا المرض، أو في حال أنا كنت من المصابين. فاليوم الطريقة الداعمة اللي أنا بتلقاها من الآخرين أو طريقة التفكير الإيجابية اللي أنا بفكر فيها ممكن تساعدني اليوم أنا أتأقلم مع هذا المرض بطريقة تكون صحية.